السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. ورجعت لكم هاد الفيديو باش نشارك معكم الاجواء اللي كتكون هكذا على برا، ديال الاحتفالات. المهم ماشي الاحتفالات، يعني لا علاقه لنا بالاحتفالات اللي كيعملوا، لكن هذه واحد الفيريا كتكون مزيونه كيديروها لمده شهرين هنايا في ألمانيا. كيبداوها من نص ديال شهر 11 حتى النص ديال شهر واحد. عاد كيحيدوا هاد الفيريا، كتكون كبيره، يعني في السنترو ديال المدينه هكذا، ديال اي مدينه في ألمانيا. كيديروها، كتكون هكذا دويرات من اللوح هكذا من الخشب، وكيخرجوا المبيعات ديالهم تقليديه. اغلبيه اللي شفت هنايا يعني كيبيعوا هذاك الشيء التقليدي، من الديكورات، من الصوف، من المهم الكرايم، داكشي الكوسميتيك اللي كيكون طبيعي ناتورال 100%، معدله بيدهم، يعني الزيوت بحال هذاك الشيء ديالنا حنا اللي كنعدلو، الصابون، العطور، الماكله ديالهم. المهم كيبيعوا في هاد البريركات، يعني اللي كيبغي يبيع شي حاجه كيبيعها هنايا. وكيديروا ريستورانتيس هكذا صغارين كيبيعوا الماكله التقليديه، ديك المهم الاكل ديالهم، بحال هادشي هذا ديال الحلويات. في اسبانيا كاينه الثقافه في راس العام ديال الترونيس بجميع الانواع ديالهم، كيبدا من شهر 11 حتى شهر واحد، وهما كيبيعوا في التينداس، في المغازات، وحتى في اسبانيا كيكونوا الفيريات كيبيعوا هاد الشيء ديال الترون، ديال اللوز، الكاوكاو، الكوكو، ديال النوغا. هنا ما كيبيعوش الترون نهائيا، ما عندهمش الثقافه ديال الترون. عندهم الثقافه ديال واحد الحلوى كيعدلوها بالقرفه. شريت واحده لبنتي على شكل قلب، كيبيعوها هنا بزاف، وفيما مشيتي كتشم ديك الريحه ديال القرفه. ولي ذقتها والله ما عجبتني وما عجبتش حتى بنتي. المهم واحد القلب كبير شريت لها، وصافي. المهم بقى هكذاك حتى سيبناه. ايوا كما كتشوفوا هنايا كيبيعوا هذيك الشيء كما قلت لكم تقليدي، العسل بجميع الانواع ديالو، والحلويات هكذا اللي كتبان بحال العاشوره ديالنا وصافي ديال المغرب. ايوا درت معكم هكذا جوله باش تشوفوا هكذا، وفرحت من لقيت تشورو هنايا. هاد الكرفانه ولا هاد الاخر كيبيعوا التشورو ديال اسبانيا. الله يا سلام، غزال النسمه ديالو. وكانوا هادوك اسبانيوليس كيضربوا اسبانيولا اللي كيبيعوا هذيك التشورو. وفي اسبانيا ما يمكنش دوز من اي بلاصه وما تلقى شي واحد هكذا كيبيعوا تماك تشورو. عندهم تماك تشورو غزال، كان كيحمقني هو وهذاك شوكولاتي سخون. وهنايا قليل عندهم تشورو في تلقى كيبيعوه. وصافي درت معكم واحد الدويره هكذا. تشوفوا الاجواء، كاينه الالعاب، كاينه يعني جميع انواع الالعاب كاينه هنا. المهم الفيريا وصافي، وكانت كبيره هذا العام. ودرت معكم دويره، فخليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، وشجعوني البنات بالبارطاج الفيديو باش تعمل فائده. واللي اول مره كتصادف القناه ديالي كنقول لك اختي فضلا وليس امرا ضغط على الزر الاحمر باش توصل هكذا بكل جديد. واللي عنده شي استفسار ولا شي سؤال خلوها لي في الكومنتاري وكنجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. وشكرا على حسن المتابعه. يلا خليكم حتى الاخر مع الفيديو، حتى الفيديو اخر. السلام عليكم.
المهم نهار على خاه ما عرفتش المراه، ما ظنتش بنت خاها يعني تكون معاها في الدار وهكذا وتمشي يعني لراجلها. دارت علاقه مع راجلها. طبعا انا كنعتبرو هاد الزوج هذا ماشي راجل، ما معاه عشره، ما هانت عليه عشره، ما هانت عليه حتى حاجه. صافي لقى قدامه يعني هذا، عملوا علاقه. بدات كتزن عليه كتقول له صافي تزوج بيا. التصرفات ديال راجلها تبدل عليها، وحتى هي التصرفات ديالها تبدلوا عليها، وهي ما جايبه الدنيا خبر. حتى واحد النهار وصافي خرجت هي من الدار كراله، وما بقاش كيجي للدار راجلها ولا كي هذا. يعني راجلها كان بخير معاها، ما كانش كيخرج، ما كانش يعني كانوا عايشين واحد الحياه مزيانه، يعني حياه سعيده. وصافي عرفت شنو كاينه. يعني باش تجيك الضربه من اقرب الناس اللي لك راه صعيبه الا جات من البعد. كتقول يعني اللي باعني نبيعو، اللي ضربني بخيط نضربو بحيط. ويطيح الانسان ويمرض وينوض. ولكن ملي كتجي هكذا، الله يحفظ يا ربي، في المقربون، وملي كتجي هكذا في المحارم، راه صعيبه بزاف. يعني هذا الراجل هذا الا كان مسك عليه الله وبغى يتزوج، كان يصرح يقول لا فلانه انا بغيت نتزوج. هذا السيد هذا كان سعيد معها، وعمره ما حست به يعني انه خائن، انه غدار. حتى جات هاد البنت يعني دخلت الحياه ديالها، ما ظنتش، بغات غير دير الخير وبغات تنقد يعني تخدم هكذا على خوتها والديها. وصدقت البنت، طمعت في الخير ديالها، طمعت لها في راجلها، طمعت لها في الدار ديالها. بغات تدي كل شيء ساعه ما دات حتى شي حاجه. ادات الراجل ما عنده والو. يعني هي في بلد القانون، بلد الحق، مشات ديكلارات يعني هو من حقه يتزوج، من حقه. يعني الشرع عطاه 4 يجينا عنده ويقول له فلانة أنا بغيت نتزوج، وهي تعطيه الموافقة، راه من حقه. بغات ولا كرهت يتزوج، ولكن ماشي بهذه الطريقة، ماشي من أقرب المقربين، ماشي بالغدر والخيانة. يعني هذه طعنة واحد، طعنة في الظهر اللي مسكينة طاحت ما ناضت بالغدايد ديالها. يعني صافي كما هو هانت عليه العشرة اللي عاش معاها، وضرب كلشي في الزيرو في واحد النزوة ديال واحد الشيطانة دخلت في الحياة ديالو. حتى هي مشات ناضت ومشات التجأت للقانون وخرج. يعني طويل، ربنا خلقتنا. وصافي ولا كيطلب وكيرغب وكيقول لا راه يعني هي السببيه اللي جات لعندي، وهي اللي صدقت بنت خاها. باقي ما كملتش العام وباقي ما خداتش حتى الاقامه ديالها. حيدوا لا يعني حيدت لها الكواغ ديالها وصيفطاتها للمغرب بالباليزه ديالها. وهو يعني خرج من الدار، ما بقاش يعيش معها حيت الدار كانت سميته. والزواج ديالهم كانوا دايرين زواج اوروبي، يعني مزوجين في اوروبا، مزوجين في المغرب. لوكو كانت مزوجه غير في المغرب، يعني كانت تخرج مسكينه يد على راسها. وخا هكذا الغلايل ديالها ما بردوش، يعني بقات مسكينه مرضت ودخلت في الاكتئاب، في واحد الحاله اللي ما يعني الله يشافيها مسكينه، والله يقويها، والله
في ليدا البنات ما تثقوش اللي عيدير الخير مزيان، ولكن يدار في البعد ما تدخل لدارك حتى شي بنت. يعني الدار ديالك دائما تبقى موقره، يعني ما تثقوش نهائيا، ما تثقوش. يعني العلاقه ديالك بينك وبين الزوج ديالك ما كاينه لا صحابات، ما كاينه لا حتى شي حاجه. ما ضمك هذا الخير هذا راه هو رجع له بالشر. بغى الانسان يدير الخير يتصدق، كاينه فين يدير الخير. وصافي البنات، نسال الله العفو والعافيه، والله يبعد علينا شر الخلق يا ربي. كنتمنى يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم ديروا البارطاج الفيديو باش توصلوا هكذا بكل جديد. ولا عندكم اي سؤال خليوه لي في الكومنتاري وكنجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. وشكرا على حسن المتابعه ديالكم. احسن فيديو اخر خليتكم في امان الله، والسلام عليكم.